السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين من كل مكان. فيديو جديد من سلسلة اتعلم الإكسل، والمرة دي هنبدأ نشرح حاجة مهمة جدا في الإكسل وهي الفورمز. يلا بينا نقول وداعا للتسجيل التقليدي على الإكسل، ونقول كمان وداعا للخبطة الشتات وعك الشغل. تعالوا نبدأ. طيب دلوقتي انت كنت بتدير شغلك، مثلا لو انت عندك بيزنس اونلاين بتبدأ تسجل كل عمليات البيع اللي انت بتبيعها بالشكل ده. كنت بتبدأ تعمل جدول تقليدي جدا، بتكتب الاسم، نوع، سن، المحافظة عشان تعرف الناس اللي بتشتري منك، ورقم التليفون بتاع كل شخص، القسم اللي انت بتبدأ تشتغل عليه. لو انت مثلا بتبدأ تبيع حاجات اونلاين زي ملابس واحذية، فانت بتبدأ تحط الاقسام بتاعتك اللي انت شغال عليها، والمنتجات اللي انت بتبيعها، المقاسات، سعر الشراء، مصاريف الشحن، وسعر البيع. وبتعرف بعد كده ربحك المبدئي من ان انت بتطرح سعر البيع ده من شراء وشحن. طيب انت كنت بتبدأ تسجل ازاي؟ كنت بتبدأ تسجل بالشكل ده مثلا، وليكن اهو محمد خالد جه اخد من عندي النهارده ذكر، سنه 20، من محافظة المنيا مثلا، وهتبدأ تكتب الرقم بتاعه ايا كان بقى الرقم بالشكل ده، وبعدين تبدأ تحط القسم مثلا بتاعه وليكن ملابس، وبعدين تبدأ تشوف هو مثلا اشترى منك بنطلون جبردين مثلا، ايا كان بقى ال النوع بتاع المنتج، وبعدين المقاس مثلا تبدأ تحط برضه بشكل مانوال بالشكل ده، وبعدين تبدأ تحط سعر الشراء مثلا 400، وهكذا تبدأ لحد ما تبدأ تضيع وقتك في كل الكلام ده، وهتلاقي نفسك في الآخر بتضيع وقت كتير. طيب لو انت اصلا الشيت اللي موجود عندك ده حابب تسجله على الموبايل ويبدأ يسمع في المكان ده، طيب حابب ان انت تدي ال الشيت ده يشتغل عليه اكتر من شخص، وارد انهم يبوظوا لك الدنيا. طب ايه رايك بقى في نموذج تبدأ ان انت تسجل من خلاله في اي وقت، وكمان من اي مكان؟ تعال انا اقول لك ازاي. تنويه قبل الشرح: لازم يبقى عندك 365 اوفيس الجديد، وكمان لازم يبقى عندك حساب على الاوتلوك عشان خاطر تقدر تستمتع بالميزه دي. طيب ده شيت جديد اهو فاضي، كل اللي عليك تبدا تعمله هتروح على قائمه انسرت، وبعدين تختار فورمز، بعدين نيو فورم. هنا بيوضح لك ان انت لازم تخلي الشيت اوتو سيف، يعني لازم تفعل العلامه دي، واهو بيطلب منك ان انت تربط حساب الاوتلوك زي ما بلغتك. طيب اول ما تيجي تدوس عليه هيبدأ يعمل لك ايه؟ هيبدأ ان هو يدخلك على التسجيل على مايكروسوفت فورم. تعالوا نشوف ازاي نسجل على مايكروسوفت فورم ونبدأ نسهل شغلنا بالكامل، وازاي كمان من اي مكان نقدر ان احنا نسجل بياناتنا. طيب ده المايكروسوفت فورم، جميل. كل اللي عليك تعمله انت تبدأ تدي بقى ستايل زي ما انت عاوز للشكل اللي انت عاوز عليه يبقى الفورم ده، وليكن تديله الشكل ده مثلا. طيب انا هنا هقفل دي عشان دي كلها اقتراحات، خلاص مفيش مشكله. انا ممكن هنا بس ادي اي اسم اوكي للشيت ده، وهنا هتبدا بقى الاسئله. مبدئيا انت اول حاجه محتاج تعرفها عن العمليه اللي هتتم، يعني انت دلوقتي بتبيع اونلاين، فاول حاجه بتحط التاريخ، فهتختار ديت وتكتب هنا مثلا التاريخ، تمام، وطبعا ده هيبقى required. طيب بعدين تيجي تضيف سؤال تاني، بعد ما بتبدأ تدخل تاريخ أنا عاوز اسم الشخص اللي هيشتري مني أونلاين ده، فهاجي هنا أختار تكست وأكتب الاسم، وبعدين أضيف سؤال تاني عاوز أعرف النوع بتاعه، فهاجي هنا وأختار choice عشان يبقى في عندي اختيارين بدل ما إن أنا أكتبها، وبعدين أكتب هنا النوع وأكتب هنا ذكر وهنا أنثى، وبعدين أبدأ أضيف سؤال تاني وأبدأ إن أنا أقول له برضو تكست، وبعدين أقول له السن، واجي هنا عشان خاطر السن دايما هيبقى نمبر هختار restriction، وبعدين ابدا ان انا اخليها على نمبر واز نمبر، واضيف سؤال بعده. بعد ما خلاص سالت عن الحاجات الشخصيه تبدا طبعا هتضيف لسه المحافظه او العنوان. المحافظه او العنوان انا شايف ان انت تخليها اختيارات عشان خاطر تحط كل المحافظات. انا هقول له هنا المحافظه، تمام، وتقدر تقول له مثلا هنا قنا، الاقصر، مثلا هنا اسوان. تبدأ تحط طبعا كل المحافظات اللي انت شغال عليها. لو انت شغال على كل محافظات مصر تقدر ان انت
تختارها وهتقول له دروب داون عشان تبقى عبارة عن ليست كده تظهر لك. طيب بعدين هتبدأ تقول له العنوان التفصيلي عشان يبقى عندك بس قاعدة بيانات للعملاء اللي شغالة معاك، وده هتسيبه تكست عادي. تمام. طيب خلصت البيانات، هتبدأ بعد كده تدخل على المنتجات اللي انت شغال عليها. اول حاجة هتشوف المنتج اللي هو اختاره تبع انهي قسم، فهتيجي هنا هتختار تشويس وهتقول له القسم، وهتيجي تقول مثلا هنا القسم بتاعك اللي انت شغال عليه، وليكن انا شغال على ملابس وشغال على احذية، فاخترت هنا ملابس واخترت احذية، دول الاقسام اللي انا شغال عليهم. جميل جدا. وبعدين هبدأ ان انا اضيف اسئلة. السؤال اللي انا هضيفه دلوقتي هو ايه نوع المنتج اللي انا هشتغل عليه، وليكن انا هبدأ ان انا اشتغل على منتجات عن الملابس. خلينا نبدأ نضيف اختيارات اهو، ونقول هنا المنتج، وتعالى ابدأ اعمل هنا ايه، اكتب المنتجات كلها. بس هنا بقى هتبقى في مشكلة، انت كل مرة تيجي تختار ملابس عاوز تجيلك القائمة بتاعة الملابس بس، ولو اخترت أحذية عاوز يجيلك القائمة بتاعة الأحذية بس. تعمل ايه؟ مش بعد كده تيجي هنا تضيف اد، وبعدين تعمل سيكشن جديد وتكتب على السيكشن ده هنا المنتج للملابس. جميل. وتضيف فيه سؤال المنتج، وهتيجي هنا تبدأ تختار choices برضو، واكتب هنا المنتج، وليكن مثلا ملابس، هنا تي شيرت مثلا، قميص، ايا كان بقى. تكتب كل المنتجات اللي عندك براحتك خالص، بنطلون مثلا، وايد ليج، ايا كان بقى انت هتشتغل عليه من ناحية الملابس. طيب تيجي بعدين تضيف سيكشن تاني للأحذية عشان تحط فيه الأحذية اللي انت شغال عليها. تيجي تبدأ تضيف، وهتقول له هنا برضو choice، وهتبدأ تقول له مثلا وليكن مثلا كوتشي، أو هنا تكتب المنتج عفوا، وبعدين تبدأ تقول له هنا مثلا كوتشي، وليكن مثلا في كوتشي، أو مثلا هنا تبدأ تكتب جزمة كلاسيك. أيا كان أنت بتبدأ تحط كل الحاجات اللي أنت شغال عليها، وطبعا ده كله بيبقى required ومطلوب عشان خاطر بس ما يعديش أو أنت ما تنساش وما تدوش على حاجة منهم. طيب أنت عاوز تربط بعد كده القسم اللي أنت هتختاره بإيه؟ بحاجة من الاتنين، يا يفتح ده يا يفتح ده. تعمل إيه؟ أول حاجة هتبدأ تروح على القسم هنا، تدوس على الثلاث نقط، وبعدين تقول له add branching. تيجي هنا عند جوتو نيكست، دي هتخليه يروح فين؟ عند المنتج للملابس اللي هي تخص الملابس، وهنا هتخليه يروح على المنتج بتاع الأحذية، عشان لو اخترت ملابس تروح على الملابس، لو اخترت أحذية تروح على الأحذية. وبعدين ترجع باك، وبعدين تبدأ إن أنت تضيف سيكشن تاني جديد عادي جدا أهو، وتبدأ تكمل بيه الحاجات بتاعتك. طيب احنا بعدين نبدأ ندوس، هنكتب يعني بعدها يعني هنبدأ نروح هنا نكتب مثلا سعر للبيع أو سعر البيع، وبعدين add new question، وبعدين هنبدأ نقول له مثلا إن ده هيبقى برضو text. طبعا ده العنوان، ممكن نسيبه زي ما هو كده ونبدأ نضيف سؤال، وهنكتب هنا مثلا أهو زي ما هنبدأ ندوس، هنقول له text برضو، والكويستشن هيبقى سعر البيع، أو هنا مثلا نخلي العنوان ده عمليات البيع. طيب سعر البيع أنت هتخليه نمبر وهتخليه required عشان خاطر بس تقدر إن أنت تتعامل مع الأرقام. وبعدين تبدأ تقول له هنا مثلا مصاريف الشحن. بنفس الفكرة برضو هتبدأ تضيف آخر سؤال عندك، وهو إيه؟ سعر الجملة اللي أنت اشتريت بيه. وبكده تضيف آخر سؤال عندك، وهو لو أنت عاوز تكتب ملاحظات فتبدأ تكتب ملاحظات، وده هتخليه required long answer عشان خاطر لو هتكتب فيه كلام كتير. طيب هنا هتيجي عند بس الأحذية، وهتيجي عند المنتج للملابس والمنتج للأحذية، هتبدأ إن أنت في البرانش بتاعها
هتيجي هنا تختار ان هو بعدها بعد ما يعدي الأحذية دي يعني يروح على عمليات البيع، وهنا نفس الكلام، هنا يروح على عمليات البيع على طول. طيب ايه الناتج النهائي؟ تبدأ تدوس باك، تبدأ تدوس كولكت ريسبونس شورت كوبي لينك. تعالى كده نشوف الشكل اللي هيبدأ يظهر عليه البيانات بتاعتك أو إدخال البيانات بتاعتك. أهو الشكل ده، هتدوس ستارت ناو وبعدين هتبدأ تسجل بياناتك بالشكل الجميل ده أهو. مثلا محمود ذكر، سن مثلا 22، محافظة قنا، مثلا قنا المحطة، بعدين القسم والله اشترى ملابس أهو، ظهرت معاك الملابس بس تي شيرت. كمان هنا نقدر نحط سعر البيع، والله أنا بعت له القطعة ب600 جنيه، مصاريف الشحن كانت 50، وسعر الجملة كان 420، ومفيش أي ملاحظات وسبمت. طبعا هنا أنا سبت الملاحظات ريكوايرد، فهنا عملت مشكلة، خلاص هنكتب الملاحظة، والملاحظات هنا كان عملية بيع سهل أهو، سهل أهو، نكتب أي حاجة وندوس سبمت. طيب نيجي بقى للشيت الجميل بتاعنا، هتلاقي فيه كل البيانات اللي انت سجلتها اهو بالشكل ده على كده اهو، اهي كل البيانات موجودة. طبعا انت ممكن تمسح دول ملهمش اي لازمة اهو، تبدأ من اول التاريخ والباقي ده اهو ليه لازمة. عندك تواريخ، عندك الاسم، النوع، السن، محافظة، عندك الداتا بتاعت كل شخص موجودة. طبعا هنا المنتج الخاص وان ده ملوش لازمة، خلاص شيله، اي حاجه يعني ملهاش لازمه تقدر ان انت تشيلها، وتقدر ان انت كمان تبدا تكبر اهو في الجدول عشان يبدا يبقى ظاهر معاك. وبكده انت تقدر اللينك ده تبعته على الواتساب لناس تبدا تسجل عليه، انت نفسك من الموبايل تقدر تسجل العمليات بتاعتك وتبدا تترمي لك في الشيت ده. خد بالك ان انت في اي وقت هتبدا تسجل، طبعا طول ما الانترنت شغال الشيت ده هيجيله دلوقتي اشعار، وهتلاقي فيه بيانات اتضافت معاك اوتوماتيك بالشكل ده. وبكده تبقى انت سهلت على نفسك وسهلت شغلك كتير جدا. سلام.